أقوى مواجهة بين أجرأ حيوان صغير وأشرس ثعبان في العالم، معركة بين كوبرا الملك وحيوان النمس. كوبرا الملك أطول ثعبان سام على وجه الأرض، طولها ممكن يوصل لأكتر من 5 متر، وسمها قاتل يقدر يقتل فيل في أقل من 3 ساعات. أما النمس رغم إن حجمه صغير لكن واحد من أسرع وأذكى المقاتلين في الطبيعة، عنده ردة فعل خارقة لا تصدق، وسرعة حركته بتخليه كأنه بيختفي من أمام الكوبرا. ده غير إن جسمه مقاوم جزئيا لسم الثعابين القاتلة، وده بيديله فرصة يهاجم من غير أي خوف. كوبرا الملك أثناء هجومها بتقدر ترفع تلت جسمها الأعلى، وبتفتح غطائها الملكي في مشهد مرعب إعلان لبداية الحرب. لكن النمس بيفضل يلف حواليها بسرعة مذهلة لغاية ما تيجي اللحظة المناسبة للهجوم. في نفس الوقت الكوبرا بتحاول تضرب ضربات خاطفة وسريعة، لكن النمس بسبب سرعته بيتفاداها في آخر لحظة، والمعركة بتتحول لرقصة موت بين السم والسرعة. الكوبرا بتحاول تستخدم طولها وقوتها عشان تسيطر، لكن النمس أذكى من كده بكتير، وكل مرة بيحاول يقرب أكتر وأكتر من رأس الكوبرا، وفي اللحظة الحاسمة بينقض عليها ويعضها من رأسها مباشرة. طبعا الكوبرا بتحاول تفلت لكن الوقت بيكون فات، وسمها القاتل منفعش ضد جرأة النمس. بعد ثواني قليلة المعركة بتنتهي والنمس بيكون منتصر.